يعني أنت تدخل بيتها الحين تلقى أمك تصلي في الصالة، وخواتك يقرقعوا في المطبخ، وأخوه نايم في المجلس، وأخوه نايم في المقلب، وأبوك داخل معه مقاضي، وجدك تقرأ القرآن في الشمس. تعتقد أن هالاجتماع الرائع يبي يبتل؟ ترى الدنيا ما فيها مطولة، وسريع اختلافها وعجل تغيرها، كلها 10 سنين 15 سنة ثم ما تلقى حد، اللي مات واللي راح. حتى اخوانك تلقى هذا مبتعث ما يجي في السنتين الا اسبوع، وهذه عرست وراحت ونهت ما عاد تشوفها الا في العيد. وفي الغالب ان بعد الام جميع المحاولات الاجتماع تبوء بالفشل، ثم الاقتناع بالشتات. نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. الحق تراك عقب تبي تمر بيتكم عقب ذاك الاجتماع والحنة والرنة والداخل والطالع، تلقاها طافت اللمبات ومظلم ومغبر. توقف تأمل تفكر، تحس انك اضعت كثير من الفرص، لانك بعدين تبي تأكد انهم كانوا الاصدق والاجمل. حاول ان تتدارك وترسم ذكريات جميلة عن تحب قبل رحيلهم وتشتتهم واستغنائهم، واعرف انك بحاضرك الان ترسم الماضي لنفسك. اليوم هذا هو الماضي بعد 10 سنين. اصنع لك ماضي جميل، اجعل لك مواقف وذكريات وحكايات تعلقها في متاحف الذاكرة، مواقف تؤنس وحشتك في غاب الأيام. ترى الماضي الجميل فيه دفء وفيه أنس، واللي ما له أول ما له أول ولا تاني.